السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت استاذ، انا كنت بسأل حضرتك على حاجه بس ويعني عمري في حياتي ما كنت مثلا في ميكروباص او اي حاجه ولقيت سمعت مثلا اذاعه انجيل كريم زي ما بسمع اذاعه القران الكريم. نفسي افهم السبب ليه ما بسمعش الحاجات دي، ما بشوفش مثلا واحد ماسك محمل الانجيل وعمال بيقرا، مش بشوف الكلام ده ليه؟ حاضر ارد عليك. سرية الكاس متدورة ما ينقصهاش المخلوط، بطنك كومة قمح متصورة بزهور السوسن، صدرك ولدين غزالة توأم، رقبتك برج من عاج، عينيكي زي البرك في حشبون، عند باب بث ربيم، مناخيرك زي برج لبنان اللي بيبص ناحية دمشق، راسك عليكي زي الكرمل وشعر راسك زي أرجوان، ملك مقصور بالخصل. قد ايه بقيتي حلوة وقد ايه حلويتي يا حب باللذات. ادي قوامك شبه نخلة وصدرك عنقودين، قلت اطلع النخلة امسك في اصول زعفها ويبقى صدرك عنقودين شجرة العنب. عرفت ليه يا عبد الرحمن محدش بيقراه في الباص؟ انا خلاص، انا طول الفيديو ميت من الضحك بصراحه. يعني هما بيؤمنوا بالكلام ده؟ ده يعني كلام هما بيؤمنوا ربنا بيه فعلا؟ عندهم. يعني استغفر انا الله مش عايزك العظيم. تضحك، انا عايزك تبقى حزين ان في ناس بتعتقد ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مش فاهم ازاي حد يقدر يؤمن بالكلام ده. خلاص الرسالة وصلت، خلاص تمام، شكرا. ده في نصوص اسوأ من، يعني انا شغلت لك النصوص دي، خلي بالك النصوص دي بعد ما هم غيروا فيها ونقحوا فيها واظهروها بصورة شوية طليق، يعني في نصوص اسوأ من كده بكتير قوي. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمله. فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات.